السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا دكتور عمر صبري او اخوكم عمر صبري للي ما يعرفنيش، طالب في كلية الطب. بحاول اجاوب على بعض الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور في دماغكم او شاغلة بالكم الفترة دي، بما اني مريت بالفترة دي وكنت محتاج لكل كلمة من الكلام ده. فبحاول انقل لكم معظم الحاجات اللي كنت بتمنى حد يقولها لي وانا في ثانوية عامة. فيلا بينا ندخل في موضوعنا على طول. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويوصل لاكتر عدد واكبر عدد يستفاد. ومتنساش تشير الفيديو مع صحابك لعل حد منهم يستفاد بإذن الله. فزي ما شفت كده في عنوان الفيديو، ازاي تلم كل متراكم عليك في 7 ايام بس، حتى لو ما كنتش بدأت من اول السنة خالص ومراقب كل منهج عليك. تقدر بإذن الله تلم كل حاجة، انت بس امشي على كل التفاصيل اللي هقولها لك في الفيديو ده. وبإذن الله في نهاية ال7 أيام دول تكون لميت كل متراكم عليك. وهتيجي هنا في الكومنتات بعد 7 أيام بإذن الله هتقولي إنك قدرت تلم كل متراكم عليك ولميت كل حاجة. أهم حاجة وإنت بتسمع الفيديو ده تقرر إنك تبدأ وتلتزم بالقرار ده، وإن مشكلتك محدش هيحلها غير نفسك إنت. فلازم تلتزم ولازم تبدأ دلوقتي، وان بالتزامك ده هتقدر تعمل كل حاجة بإذن الله. فتعالى اقولك تعمل ايه عشان في نهاية ال7 ايام دول بإذن الله تقدر تكون مخلص كل المتراكم عليك وتبدأ تذاكر في جديد وتلحق زمايلك اللي سابقينك بإذن الله. اول حاجة هتعملها هتجيب ورقة وقلم، هتبدأ تحدد انت ناقصلك ايه في كل مادة، يعني وليكن 3 ابواب كيمياء، فصلين فيزياء، كام واحدة انجليش، وهكذا في كل المواد. بعد كده هتقسم الابواب والفصول دي لدروس، يعني مثلا عندك 3 ابواب كيمياء دول وليكن كل باب 3 دروس، فانت كده هيكون عندك 9 دروس كيمياء بس. وهكذا تعمل في باقي المواد. بعد ما تقسم كل المواد وتشوف انت ناقصك ايه، هتبدأ تجمع كل المواد دي كلها، ال9 دروس كيمياء، ال10 فيزياء، ال15 احياء، كام واحدة انجليش، وهكذا تعمل في باقي المواد. بعد كده هتقسم عدد الدروس دي على ال7 ايام، يعني بعد ما تجمع عندك كام درس هتقسمهم على ال7 ايام. فانت كده بعد ما تقسم على ال7 ايام هيطلع لك محتاج تذاكر كل يوم كام درس، بحيث لما ال7 ايام دول يخلصوا تكون انت خلصت كل الدروس المتراكمة عليك وعديت على كل المواضيع اللي انت محتاج تذاكرها واللي محتاج تراجعها تاني. يعني هتقعد وتحسب عدد الدروس دي كام، وليكن مثلا طلعوا معاك 28 درس، فانت هتقسمهم على 7 ايام، فكل يوم هيطلع معاك ب4 دروس، فانت محتاج كل يوم تذاكر ال4 دروس دول. طب هتعمل ايه بعد كده؟ اول حاجة هتبدأ تعملها انك هتنوع بين الدروس دي كل يوم، يعني مثلا تاخد درس فيزياء على درس كيمياء على درس احياء وهكذا، وهتاخد بين كل درس ودرس بريك. طب ده ليه؟ ده هيساعدك جدا انك ما تملش وتزهق بسرعة. طب دلوقتي هيجي على بالك سؤال، وهو هتعمل ايه في الجديد؟ الإجابة هتتقسم لحاجتين حسب انت مين. لو انت مراكم من اول السنة خالص ومفتحتش اي كتاب، ولا انت ماشي كويس من اول السنة بس حصل لك دروب للأسف ومراكم بعض الحاجات ومش مظبطها كويس ومراكم حاجات بسيطة. هنبدأ بالأهم. لو انت مراكم كله من اول السنة وما فتحتش حاجة خالص، هنا هقولك لازم توقف الجديد وتركز على القديم لحد ما تلمه كويس جدا، وبعد كده هترجع لجديد تاني. طب هتقولي هنعمل ايه في الجديد؟ هقولك حاجة. دلوقتي انت عندك مسافة 10 متر، وعندك تمشي 8 متر، وعندك تمشي 2 متر. هسألك سؤال، انه يعتبر مسافة اصعب انك تمشيها، وانه يعتبر مسافة اسهل او اقل انك تمشيها؟ طبعا هتقولي ال8 متر. احنا هنعمل كده برضو، هنعتبر ال8 متر دول الحاجات اللي انت مراكمها من اول السنة وصعب انك تلمها بسهولة، وهنعتبر ال2 متر دول الحاجات الجديدة اللي السهل انك تلمها، انهم هيكونوا قليلين لو التزمت بالجدول اللي هتعمله وهتمشي عليه ال7 ايام الجايين. وانت لو ماشي كويس من اول السنة ومراكم حاجات بسيطة، هنا هقولك انك حظك كويس جدا، لانك هتقدر تقسم المواضيع او الدروس اللي انت مراكمها مع الجديد وهتقدر تلمها، لانهم هيكونوا عدد دروس صغير عكس اللي مراكم من اول السنة خالص ومفتحش اي حاجة. طب هيجي على بالك سؤال، في ال7 ايام دول انا مطالب احل فيهم ولا هسمع شرح بس؟ هنا هنرجع لنفس النقطة اللي فاتت، انت مين؟ لو انت مراكم من اول السنة خالص
ولا انت ماشي كويس وبس حصل لك مجرد دروب ومراكم حاجات بسيطة؟ لو انت مراكم كله من اول السنة، فانا مش عاوز منك غير انك تركز في الشرح بس، وهقول لك تعمل كده ازاي. اما انت لو ماشي كويس من اول السنة وحصل لك دروب ومراكم حاجات بسيطة، فانت كده ممكن تدخل الحل معاك حتى لو جزئيات حل صغيرة، بحيث انك تثبت المذاكرة اللي انت بتذاكرها. نيجي بقى لطريقة المذاكرة اللي هنمشي عليها في ال7 ايام الجايين، واللي هنقدر بيها بإذن الله نلم كل المتراكم علينا. طبعا انت لو مراكم كله من اول السنة ومفتحتش اي حاجة خالص، فالوقت بالنسبة لك هيكون ضيق جدا بسبب الكمية الكبيرة، لكن ما تخافش بإذن الله هتقدر تلمها خلال الفترة دي. فما فيش حل غير انك تسمع شرح بس من غير ما تحل زي ما قلنا قبل كده. انا مش عاوز منك غير انك هتجيب ورقة وقلم وهجيب فيديو شرح لأي حد بيشرح على اليوتيوب، او لو انت متابع مع اي حد اونلاين فده هيكون كويس جدا، لان معظم المحاضرات بتكون مسجلة. فانت هجيب فيديو الشرح وهتبدأ تسمع، بس تسمع بتركيز وتكتب ورا المدرس كل كلمة هو بيقولها. طب تكتب ليه؟ ده هيساعدك انك تركز في كل كلمة المستر بيقولها، وهيساعدك انك ما تسرحش وتكون مركز لاغلب الوقت، وده هيساعدك انك تحتفظ بالمعلومة كويس جدا. وان شاء الله الطريقة دي هتساعدك انك تنجز كل المتراكم عليك خلال ال7 ايام دول، لانك ملكش حل غير كده عشان الوقت، وانت محتاج تخلص بسرعة عشان تلحق زمايلك وتبدأ معاهم في جديد تاني. ونيجي بقى لكام حاجة لازم تعملهم في الفترة دي عشان تضمن انك تنجز وتخلص كل متراكم عليك. اول حاجة لازم تعملها انك تستعين بالله وتقرر فعلا انك هتبدأ، وتلتزم بالقرار ده وتجدد النية مع نفسك ومع ربنا، وان شاء الله ربنا هيوفقك وتقدر خلال المدة دي انك تنجز وتلم كل متراكم عليك. تاني حاجة لازم تقطع علاقتك بأي حد. اي حد ممكن يكون مصدر لتشتيت تركيزك، سواء صحابك زمايلك، اي حد ممكن يضيع عليك وقتك، لانك خلال الفترة دي محتاج كل دقيقة حرفيا بسبب ضيق الوقت، وانك محتاج تركز كويس جدا عشان تقدر خلال الفترة القصيرة دي تنجز اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي بتراكم عليك. تالت حاجة عاوزك تعملها انك تقفل السوشيال ميديا خالص. مش عاوزك تعمل حاجة خلال ال7 ايام دول غير انك تذاكر بس. تنام تصحى تذاكر، تاكل تشرب، تنام تصحى تذاكر، حرفيا ده لازم يكون روتين يومك لحد ما تخلص خالص وتقدر تنجز كل اللي متراكم عليك، لانها فترة صغيرة فلازم تستغل كل دقيقة فيها عشان بإذن الله بنهاية ال7 ايام دول تكون خلصت كل اللي متراكم عليك وتبدأ تتابع مع زمايلك في الجديد. وبس كده يا شباب، بتمنى ربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي بتتمنوه. اخر حاجة ما تنساش تعمل لايك، لان ده هيساعد ان الفيديو ينتشر واكتر ناس تستفاد. ولو لحد دلوقتي ما عملتش سبسكرايب للقناة، وما تنساش تشير الفيديو ده مع صحابك لعل حد منهم يستفاد. بس كده يا شباب، سلام.